السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ هنتكلم النهاردة عن بيت الأخ. البيت الأخ اللي يقولك ما تروحي بيت أخوكي مش بيتك، بيت أخويا مش بيت. ماشي، الكلام ده يا حبايب قلبي لما يكون هو شارب الحر ماله برا بيت العائلة، لبيت مستقل بيه، جايبه من حر ماله، مش واخد شقة في بيت أبوه. فما ينفعش الكلام ده، يعني كل واحد يطلع يقول الكلام ده غلط. طول ما الأب والأم موجودين البنت بتروح على حس ابوها وامها، مش بتروح لاخوها. والاخ كده كده لما بيتجوز ملوش الا مراته وعياله، ما بيفكرش في اخواته ولا في امه ولا في ابوه. ورجعت الواحده مننا وما راحتش بيت ابوها، تروح لبيت مين؟ تروح بيت الجيران ولا تروح بيت مين؟ مينفعش حد يطلع يقول الكلام ده. ومرات ابن يعني متحكمش عمتها على عمتها اللي تخش بيت شقتها او ما تخشهاش، لان دي بيت ابوها. الكلام ده مرات الاخ ما تتكلمش في الحاجات دي لما تكون هي جايبه بيت من حر مالها، وارثه وجايباه، ولا هي تكون جايبه البيت معاها في الشوار بتاعها ولا حاجه. كل حاجه خسرت من حكايه السوشيال ميديا والوسط الاجتماعي. فما ينفعش كده، انتوا بتشجعوا مرات الاخ اللي هي تغلط في عمتها، تغلط في حماتها، تغلط في حماها. ما ينفعش الكلام ده. وحبايب قلبي وخافوا على بعض. مع السلامه.